هاي يا حلوين، يلا بينا نعمل كالندر للسنة الجديدة. للخطوة الأولى هنجيب قطعة كرتون وورقة صفرا، وهنبدأ اننا ناخد مقاسات أكبر من الكرتونة بتاعتنا. قصيتها، ودلوقتي هنبدأ اننا نفرد الصمغ عليها. نقدر اننا نستخدم اي نوع صمغ عادي. نبدأ بقى اننا نقص الزوايا ونلزق الجوانب بتاعتها لورا كده علشان يكون الشغل مرتب من كل النواحي. وكده بقت جاهزة معانا اول قطعة للعمل اليدوي بتاعنا. هنقص بقى قطعة من ورقة زرقاء بنفس طول الكرتونة بتاعتنا، وهنجيب ورقة كمان بامبا وناخد نفس طولها بس اقصر شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هنبدأ بقى نحط لزق في اطراف الورقتين بتوعنا دول. انا حطيت دبل فيس، وانتوا تقدروا تستخدموا اي نوع لزق متاح عندكم، بس خدوا بالكم انكم تلزقوا ناحية واحدة بس عشان انا نسيت ولزقت الناحيتين، وهنيجي في نص الفيديو نفك ناحية منهم. للخطوة اللي بعد كده بقى هنجيب قلم ومسطرة ونبدأ اننا نحدد حوالي كل نص سنتي او سنتي الا ربع نحط نقطة عشان نكتب فيها ارقام الشهر. هنكتب من اول 1 لغاية 31، وتقعدوا عادي عن رقم 1 اللي كتبته فوق ده. ما تنسوش كمان تسيبوا مسافة نص سنتي فوق وتحت، وهتعرفوا ليه بعدين. لو وصلتوا للنقطة دي وحاسين انكم مستمتعين ما تبخلوش عليا بلايك. هنبدأ بقى في الورقة التانية نكتب ايام الاسبوع كلها. للخطوة اللي بعد كده نجيب مستطيلين يكونوا اعرض من الشريط بتاعنا بنص سنتي من الجنبين. بعدين هناخد بقى مقاس الرقم مثلا نص سنتي، وهنحدد كده مكانه نقطتين ونشدهم خطين طوال كده. بعدين بقى هاخد وش تيب بأي لون تحبوه، بس انا هختار بامبي، وهنغلف الورقة بتاعتنا دي بس من الظهر. وبعد كده هنجيب القطر بتاعنا ونبدأ اننا نمشي بيه على الخطين اللي عملناهم، وبس كده. مش هنفتح بقى مستطيل ولا حاجة، بس احنا هنمشي على الخطين، فهيبدأ بقى يظهر معانا بالشكل ده لما نتني الورقة دي لجوه. هنجيب بعد كده بقى الكالندر بتاعتنا، وانا هفك اللزق من الناحيتين اللي انا عملتهم، عشان كده قلتلكم ما تحطوش الناحيتين. هنجيب الشريطة اللي احنا لسه عاملينها وندخلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولزقت اللزق تاني. وكده بقت جاهزة معانا ان احنا نحركها على اليوم بتاع الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بكل سهولة كده. وبعدين قطعت مستطيلات من ورق اخضر وكتبت فيها شهور السنة كلها، وهي اللي هنحطها بقى في المربع الفاضي اللي فوق ده. هنجيب مشبك صغنن زي كده، وهنبدأ اننا نلونه بأي لون مونيكير زاهي عندنا عشان تبقى الكالندر بتاعتنا كلها ألوان. ونتأكد اننا نلون التفاصيل كويس عشان يبقى شكلها مرتب اكتر. وكده هو بقى شكله بعد ما نشف، شكله بقى ألطف بكتير. هنبدأ بقى اننا نحط عليه شمع من جنب منهم، او نقدر نلزقه بدبل فيس. بعدين هنثبته فوق كده في الكالندر بتاعتنا. وكده اهو بقى شكلها. نبدأ بقى نفتح المشبك ونحط فيه الورق بتاع شهور السنة، وكده بقى اسهل بكتير اننا نشيل كل شهر ونحط شهر تاني في بداية كل شهر جديد بكل سهولة كده. وكده بقت جاهزة معانا الكالندر اللطيفة بتاعتنا. ممكن كمان نحط لها ستيكرز في كل حتة، وكده بقت الوانها زاهية جدا نقدر نزين بيها جدار غرفتنا. ما تنسوش يا حبايبي لو عملتوا الكالندر اللي عملناها سوا النهاردة تنزلوها على جروب ابدع مع شهد على الفيس. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة. باي.